مسلسل كامل عدد من المسلسلات اللي قدرت تعمل شعبية وجماهيرية كتيرة أوي في وقت قصير، مع إن في وقت نزول كامل العدد كان معاه مسلسلات كوميدية تقيلة زي الكبير وصفارة وبابا جه وغيرهم، مسلسلات تقيلة وده بيخلينا نسأل نفسنا سؤال، هو إزاي كامل العدد قدر ينجح في وسط كل المسلسلات اللي كانت حواليه؟ بُص، كامل العدد بيحكي عن ناس مش شبهنا، ناس عايشة عيشة تانية خالص، ناس عايشة في فيلل ومدارسهم فشيخة، وحمزة دياب عمل مولد حلو أوي مش زي أي هنشوفه في الشارع عندكم، بس بالرغم إن أنا مثلًا مش من الطبقة الاجتماعية دي، حبيت المسلسل والمشاكل اللي مكتوبة عن الجيل الصغير اللي هو جيلي كانت واقعية جدًا، أو مش واقعية بس هي مكتوبة بشكل ذكي هتخلّيك ممكن تحس بيها في وقت من الأوقات، قصة زي قصة حمزة دياب وحبه للكورة وإن هو مش مهتم بأي حاجة في الدنيا غير إن أنا عايز أطلع لعيب كورة، دي أنت أكيد شُفتها في واحد صاحبك. وقصة جيسيكا حسام إن هي عايزة تبقى بلوجر ومشهورة وتعمل content ودي لو مش قصة أنا قادر أحس بيها ما كانش زماني قاعد هنا باسجل، فده أنا باشوفه ذكاء كبير أوي من المؤلفة اللي اشتغلت على المسلسل ده، إن هي قدرت توزن الكفّ، تعمل اللي يرضي الناس الA class والناس العادية فاهمني؟ لو رجعت معايا ل2023 لما نزل كامل العدد الجزء الأول كان بدأ بداية بشعة حرفيًا، أول حلقة دي كانت زي أي فيلم رومانسي اتعمل سنة 2002 بس حلقة في حلقة أنت اتبنى لك عيلة كاملة بأفراد كتير، في اللي اتعلقت بيهم وحبيتهم وبرضه حبيت ظهور العيلة كلها مع بعض وحبيت الجو الأسري اللي في المسلسل، ده غير إن المسلسل نص أبطاله جيل جديد تقريبًا ده كان أول عمل ليهم، ومش جيل شباب اللي هم في أوائل التلاتينات أواخر العشرينات لأ، ده كان أكبر حد فيهم تقريبًا 17 سنة، زي جيسيكا حسام وحمزة دياب ولينا صوفيا ومالك عماد، وبصراحة الشباب دول كان قدامهم تحدي كبير أوي إن هم يعرفوا يثبتوا نفسهم في مسلسل متشاف، وهم طلعوا قدها وكانوا كويسين جدًا وعملوا شغل حلو أوي، وبعد كل ده إن أول حلقة ما عجبتش الناس وإن المسلسل عدّى بحاجات كتير فعلًا طلع مسلسل حلو، وفعلًا يستاهل، وخُد بالك في 2023 المسلسل ده نجح جدًا، لدرجة إن بعدها بسنة الصُنّاع قالوا ليه ما نعملش جزء تاني من كامل العدد، وفعلًا تيجي 2024 ينزل كامل العدد +1 كامل العدد +1 قدر يعلّي على الجزء التاني وينجح أكتر منه كمان، بالرغم من التحديات اللي قابلها، هو قابل تحديات كتير أوي، أنت عندك 2 من أهم أبطالك آية سماحة اللي قررت تعتذر عشان مشغولة، تخيل كانت مشغولة بإيه؟ فيلم على الماشي مع علي ربيع يا اسطى، ومصطفى درويش اللي كان دور مهم جدًا ومحوري كان للأسف توفى في الحقيقة، فتوفى في الأحداث بنعمل مبررات منطقية، بررنا غياب آية سماحة إزاي؟ مسافرة وطلعت في مشاهد في المسلسل عادي كفيديو كول فاهم؟ فأنا شايف إن المشاكل بتاعة المسلسل اتحلت بشكل ذكي جدًا من غير ما يحسسك بفجوة وإن في هنا حاجة ناقصة كبيرة يعني، مع كوميديا المسلسل اللذيذة ومشاهد درامية بجد كانت حلوة أوي، زي مشهد شريف سلامة قدام قبر مصطفى درويش، تعالَ نقف عند المشهد ده حبة عشان ده مشهد مهم فعلًا. المشهد ده أنت مش هتحس شريف سلامة بيمثل إطلاقًا، بالعكس هو مشاعره حقيقية جدًا عشان هو زعلان على صاحبه اللي مات وسابه، فالمشهد ده أنت هتشوفه في أي وقت بجد هتتأثر عشان هو معمول بشكل حلو جدًا، غير إن المسلسل ناقش كذا قضية مهمة بشكل حلو أوي، زي مشكلة حفلة ثينك اللي كانت كارثة بكل المقاييس، فهو عمل لك حاجة شبهها كانت قريبة جدًا للواقع اللي حصل بشكل بجد ذكي. كل العوامل دي خلّت المسلسل ينجح أكتر وأكتر، والناس تطلب منه جزء تالت، ودي معادلة صعبة جدًا، ودايمًا بتحط الصناع في تحدي، إن هل هيقدروا يعلّوا على نفسهم والّا كفاية أجزاء لحد كده وشكرًا؟ ده بقى اللي هيجاوب عليه السيزون التالت كامل العدد ++. الإعلان بجد كان حلو جدًا، والvibe الرمضاني اللي فيه مريح كده فاهم؟ وأنت بتتفرج على الإعلان هتلاقي نفسك مبتسم ابتسامة بلهاء، أنت مش فاهم أنت مبتسم ليه، ده إعلان ومزيكة رمضان، بس أنت اتعلقت بالعيلة دي، العيلة دي واحشاك، عايز تشوفهم تاني وتالت ورابع وخامس عادي. بس برضه أنت عندك مشكلة، برضه لازم يطلع خازوق في النُص، 3 من أهم الشخصيات على مدار الموسمين اللي فاتوا مش موجودين يا صاحبي، خلعوا، آية سماحة مش موجودة، وكذلك جيهان الشماشرجي وعمرو جمال، بس هل صناع كامل العدد هيسكتوا؟ لأ، هم جابوا لك أبطال جداد وكتير أوي، زي أحمد عبد الوهاب وإنجي المقدم ويوسف عمر ومريم الخُشت وحسين فهمي، أنا بجد متحمس جدًا أشوف الأبطال الجداد دول هيتوظفوا إزاي في القصة، وكل واحد فيهم هيبقى دوره عامل إزاي. عامةً أنا باشوف إن مسلسل كامل العدد مسلسل ذكي ومعمول بشكل صح، فعشان كده قدر إن هو يثبت نفسه وسط مسلسلات كتير أوي كان نازل حواليه. أصلًا فكرة إنك تعمل أكتر من موسم من مسلسل واحد ويفضل محافظ على مستواه وبيعلى كل موسم، دي حاجة من أصعب ما يكون. دايمًا بتوقّع مستوى المسلسل آخر كام موسم، وأبسط مثال على كده مسلسل الكبير أوي في آخر موسمين اللي كانوا كارثة حرفيًا. وبصراحة أتمنى إن كامل العدد ما يقعش في المشكلة دي، عشان أصلًا الدراما اللي بتحكي عن عيلة ومشاكل وأسرة وبتاع دي بتدّي قماشة كبيرة أوي تسمح إن أنت تعمل فيها مليون حوار، بس الرَك كلّه على الكتابة، المسلسل لو اتكتب حلو هيعمل لك منّه 50 سيزون وأنت مش هتتضايق، لو اتكتب وِحِش والله العظيم حلقتين وهتقفله، غير إن كامل العدد أصلًا مسلسل لذيذ فشخ ودمه خفيف، لو شغّلته كده عشان تفصل وتقعد وتفضّي دماغك قشطة مش هيأثّر معاك إطلاقًا، فأنا شخصيًا باحب المسلسلات الlight comedy دي، مسلسلات خفيفة كده تقعد تتفرّج عليها وأنت دايمًا مبسوط مش هيضايقك خالص. وأنا بشكل شخصي متحمس جدًا لمسلسل كامل العدد ++، ومتوقع إن هو يبقى واحد من أحسن مسلسلات رمضان 2025.
عشان توليفة كامل العدد بصراحة حلوة جدًا، وبتجيب معايا كل سنة وبتجيب مع ناس كتير أوي، فلو هتشوف مسلسل كامل العدد بلس ما تنساش تكتب لي تحت في الكومنتات وتعمل لي لايك وشير وسبسكرايب وبس كده.